قلق بدا واضحا على وجوه العراقيون، ومخاوف طرقت أبواب الفئات العمرية كافة، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قرب موعد تنفيذ خدمة التجنيد الإلزامي. هذه الخدمة التي تشمل الفئات العمرية ما بين 19 و45 عاما. إذن ما هي معطيات المعركة القادمة؟ يبدو أنها معركة سيقودها أبطال الفايبر والواتساب والتليجرام وحتى الفيسبوك، ويبدو أننا سنهكر عدونا حقا. هي يا وزارة الدفاع، ايش بيكم انتو؟ ايش ماكلين؟ ايش متعشين؟ سمك؟ ما اروح. شلون يعني تصوروا ما اروح على تجنيد الالزامي، والله ما اروح، والله ما اطب المعركة. هي شنو قوة؟ ما اروح. زين يعني اني اتصور انا وجماعتي اذا صرنا بالتجنيد الالزامي وصرنا بالجيش العراقي الباسل. هي والله جهال السودان لا يحتلونا بيومين، جهال السودان، خاف ما تدرون. بعدين ما اروح انا بشرط لازم توفرون لي راوتر، اريد راوتر بالمعركة، الدبابة ما بيها نت والله ما افوتها اذا افتح فيش. اول جندي اجرحه انزل بيه منشور، الجندي اللي اقتله انزل بيه فيديو سيلفي، اريد نت اريد بالمعركة نت ثاني. زين بعدين انا مو عبالكم انا سهل، ترى انا خبرة، يعني انا جندي، انا بس بالكلاش اوف كلانس مسوي محرر 3 قلعات بيومين، يعني خبرة مو سهلة. زين وشكرا. كان معكم من بغداد مختار طالب لقناة لا وجود لها أصلا. انتظرونا يا أمريكا وروسيا، جيناكم احنا بالتجديد الإلزامي. هو احنا تقشف أصلا، مدين نجيب لكم شو نخلي؟ طلقة نخلي بالرشاش، نخلي لوبيا، حمص بطحينة، ايش بيكم انتم؟ ما شكرا.